في عز الظروف والازمات اللي احنا بنمر بيها في الزمالك، اتولد في الزمالك نجم هيبقى الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر بعدين. محمد ابراهيم، اقسم بالله على سنه انا ما شفت باك يمين في مصر في السن ده بالاداء ده، بالمميزات اللي عنده الكتيره دي، بالاوفرات اللي هي بالسنتي على الدماغ بتاعت محمد السيد مثلا في ماتش حرس الحدود، بان هو عنده جرأة رهيبة ان هو يعدي واحد على واحد عادي، بالتغطيات، وبأهم حاجة توقع الكورة اللي احنا ما بنشوفوش خالص. الواد متوقع كل حاجة المهاجم هيعمل ايه. الواد ما شاء الله في ضغط رهيب على المهاجمين. الواد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. الحتة اليمين دي بتاعته في اي ماتش هيلعبه. اتمنى من الكابتن معتمد جمال عمر جابر ما ينزلش الملعب تاني. الولد ده لازم نستثمر فيه. الولد لاعب كبير قوي. باك اليمين الحته دي الخط اليمين ده بتاعه كله، مع اخوان بزرع كمان قدامه، الجبهه اليمين بقت جبهه نار. لازم نستثمر في محمد ابراهيم، لازم ما يقعدش احتياطي لحد. الواد ده مليان مميزات. الواد ده مع الوقت كمان في مميزات تانية هتبان فيه وهيتطور في حاجات كتير. محمد ابراهيم مستقبل نادي الزمالك في الحته اليمين، طلعته احسن حتى من طلعت حازم امام الصغير. محمد ابراهيم لاعب كبير، ما عادش ينفع عمر جابر يلعب عليه اساسي. يا كابتن معتمد بالله عليك